النهاردة معانا أكلة بسيطة وسهلة خاصة لمرضى السكر، السلطعون أو ما يعرف بالكابوريا. في البداية السلام عليكم. مريض السكر مش عارف ياكل ايه، الوجبة دي بالنسبة له مفيدة جدا. لو حضرتك أو حضرتك مريض سكر ومش عارف تاكل ايه، أهلا وسهلا بكم في هذه القناة. هنعرفكم الأكلات وإزاي تتعامل مع مرض السكر بدون أدوية، خاصة مرض السكر من النوع التاني. أنا كمريض سكر كنت محتار آكل إيه، رحت اشتريت نص كيلو كابوريا، عشان الكابوريا مناسبة لمريض السكر لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات. وممكن مريض السكر ما ياخدش أدوية، ممكن. أنا بقالي سنتين ما باخدش أدوية، بس ماشي بنظام غذائي معين بحيث إن نسبة السكر ما تعلاش في الدم. كل اللي أنا باكله ما يعليش نسبة السكر في الدم. الكابوريا تتغسل كويس عشان لو فيها رملة، معلقتين زيت زيتون وأربع بصلات هنقطعهم شرايح، وفلفل أخضر هنقطعهم قطع صغيرة نحطهم في زيت الزيتون لغاية ما يستوي على نار هادية، ونقلب لغاية ما البصل يصفر. لازم أي وجبة غذائية بيتناولها مريض السكر لا تحتوي على مواد ترفع السكر في الدم. الثوم مهم قوي لمريض السكر، علشان كده حطينا 4-5 فصوص مع البصل والفلفل. أكلة الكابوريا يا هيتاكل جنبها رز يا هيتاكل جنبها خبز، أو في مصر اللي هو العيش. أكبر المشاكل اللي بتواجه مريض السكر الرز والعيش لارتفاع نسبة السكر فيهم. كتير من خبراء التغذية بينصحوا مريض السكر إن هو لا ياكل خبز ولا ياكل رز. أنا جربت الموضوع دوت، بس الصراحة كان صعب جدا. أنا باكل خبز وباكل رز. تابعني في القناة واشترك عشان يصلك كل جديد، وتعرف ازاي ان انت تاكل الرز او تاكل الخبز بدون ما يرفع السكر عندك في الدم. جبت 5 حبات طماطم وقطعتهم قطع صغيرة وأضفتهم على البصل، ومع التقليب المستمر بدأت أضيف التوابل. طب ايه التوابل بالنسبة لمريض السكر اللي هي تعتبر كويسة؟ أنا أول حاجة حطيت ملح، بشتريه اسمه ملح الهيمالايا، وهو مختلف عن الملح العادي لأن فيه كتير من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها مريض السكر. حطينا الكابوريا مع الطماطم والبصل وبدأنا إن احنا نقلبهم وبدأت تصفر. هنبتدي نحط مية. أنا حطيت 4 كوبايات لأن الشوربة دي هتبقى جميلة جدا. بدأت أضيف التوابل، الشطة، كمون، الكزبرة الناشفة، الكركم، الفلفل الأسود. بالنسبة لي كمريض سكر أنا ما حطيتش التوابل ديت للطعم بس، لا، كل نوع من أنواع التوابل ديت بيظبط مستوى السكر في الدم، وخاصة الكركم والكمون والكزبرة الناشفة. الكابوريا بدأت تستوي وبدأت تطلع ريحة جميلة، ومذاق الشوربة بعد إضافة التوابل كان جميل جدا.